لماكانيلي توريس يتقدم من ناحية اليمنى، يلعب له كرة فرناندو. الهدف الأول للشباب، الهدف الأول للشباب، يتقدم بتسديدة كانت من خارج منطقة الجزاء. فرناندو مينيغازو إذن يسجل الهدف الأول في المباراة. لاعب محور الارتكاز البرازيلي 32 سنة، اللاعب الذي لعب في البرازيل ثم في إيطاليا لمصلحة نادي سينا ثم في فرنسا لفريق بوردو، وشارك أيضا مع المنتخب البرازيلي. يتقدم للشباب بالهدف الأول من تسديدة كانت مخادعة للحارس عبد الله العنزي، كانت من خارج منطقة الجزاء. وسط أيضا الكثافة العددية بالنسبة لعبد الله العنزي، الكرة كانت صعبة الكرة. والهدف الأول فرناندو يتقدم للشباب. هذه محاولة، هذه كرة من الناحية اليمنى، كرة عرضية، والهدف الثاني، الهدف الثاني لنايف الزازي. إذن الصقر يظهر من جديد بكرة رأسية على يمين حارس المرمى عبد الله العنزي. الشباب يتقدم بهدفين، عرضية مثالية على ما يبدو حسن معاذ، وبعد ذلك رأسية هذا الصقر في مشاركته الأولى للشباب هذا الموسم يسجل الهدف الثاني للشباب في المباراة. شوف العرضية، شوف الارتقاء الممتاز، عبد الله العنزي على يمين الكرة، ولذلك يتقدم الشباب بهدفين دون مقابل. بداية ممتازة للشباب رغم السيطرة النصراوية على منتصف الملعب. البداية كانت قوية للنصر، بعد ذلك الشباب ما استعجل الأمور. الشباب محاولة نصراوية في بداية شوط المباراة الثاني، والمحاولة ركلة جزاء. يحيى القرني يعطي النصر ركلة جزاء بعد كرة مشتركة، محاولة لتقليص الفارق. شوف العرضية من حسين عبد الغني كان فيها مسك. بنشوف عاد الحارس الجديد حسين شيعان اللي نزل في شوط بداية شوط المباراة الثاني. محمد ينفذ في الشباك. الهدف الأول للنصر عن طريق محمد السهلاوي، يسجل الهدف الأول النصراوي عن طريق ركلة جزائية. النصر بدأ شوط المباراة الثاني قويا وحاول الضغط، ركلة جزائية يستفيد منها لاعب فريق النصر، يسجل عن طريق هدف المباراة الأول. الركلة اللي تسبب فيها حسن الراهب، اللاعب الذي نزل في بداية شوط المباراة الثاني. وسط أيضا تغييرات فنية من جانب المدربين، تغييرين لكل مدرب. هذا محيم جيزاوي يتقدم، يستخدم مهارته، يلعب له كرة، والهدف الثاني، الهدف الثاني للنصر. محمد السهلاوي، مجهودات كبيرة من باستوس، وقبلها كانت من الجيزاوي ليسجل النصر الهدف الثاني لمحمد السهلاوي. الجيزاوي كان له دور كبير في الهدف، ولذلك يجد التحية الكبيرة من الجماهير النصراوية. شوف الجماهير النصراوية، الجيزاوي عمل مجهودات كبيرة بالهدف الثاني، وبعد ذلك باستوس على طبق من ذهب لمحمد السهلاوي ليسجل الهدف الثاني للنصر عن طريق نفس اللاعب محمد السهلاوي. شوط أول شبابي، وبعد ذلك النصر يتعادل في مرمى الشباب في شوط المباراة الثاني بهدفين، لتصبح النتيجة هدفين لهدفين في هالمباراة الاستعدادية. محمد السهلاوي يمضي للجزاء. هذه الكرة القادمة، هذه الكرة القادمة، التسديد، يا سلام يا سلام، عبد الرحيم جيزاوي اللاعب الجديد في النصر يسجل الهدف الثالث ويكسب محبة جماهير الشمس بهدف ثالث. يا سلام على عبد الرحيم جيزاوي، يعني تسبب بالهدف الثاني وسجل الهدف الثالث. لقطة ممتازة جدا من عبد الرحيم جيزاوي، وخير بداية لهذا اللاعب مع النصر في هذه المباراة الودية. محاولة نصر